يعني انت في اخر 3 سنين في دوري ابطال افريقيا حصاله، والسنه دي بتلعب كونفدراليه ومش عاجبك التصريح وطالع تغلط في الراجل. طيب، وابراهيم عبد الجواد وكابتن احمد سليمان، خش معايا هتجيبك، بس نخلي ابراهيم عبد الجواد وكابتن احمد سليمان في اخر الفيديو قصير مش طويل. تم الاعلان رسمي ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والكابتن حسام حسن بقى مدير فني رسميا لمنتخب مصر. فطلع الكابتن ابراهيم حسن بتصريح كلنا بنتمناه، وتصريح عاقل جدا وطبيعي جدا. قال لك نتمنى من رابطه الانديه زياده عدد الجماهير عشان خاطر تبدا اللعيبه تتعود على الضغط الجماهيري، عشان ما حدش متعود على ضغط جماهيري غير ان لعيبه النادي الاهلي. بدات صفحات النادي الاهلي اللي بتنتمي الينا واللي بيشجعوا على الاهلي اغلبيتهم نزلوا الخبر كفخر بناديهم، لان شيء طبيعي. ما هو انك بتتعود لعيبتك انت الوحيده اللي متعرضه لضغط جماهيري، ده معناه انك بتلعب بطولات قويه وي شيء طبيعي يعني. يسكتوا؟ لا، طلع مسؤول زملكاوي ده على ذكر اسمه، مش المسؤول عادي، هو من الاخر يعني، هو بس بيحب يظهر في الحاجات دي فبيناقش جمهور الزمالك. هو برضه فاهم كده زي ناصر ماهر والناس اللي زي دي، عارف بعض العقليات المعينه ينعنش بيها صفحته ازاي. فخد الخبر وقام منزله عنده على الصفحه، وكاتب يقول لك لعيبه الزمالك لا تقل على لعيبه الاهلي. يعني ابراهيم حسن ما قالش حاجه، ما قارنش لعيبه الزمالك بالاهلي، هو بيتكلم ان جنرال في العموم ان لعيبه الاهلي الوحيده اللي متعرضه لضغط جماهيري. بل بالعكس، الزمالك يمتلك افضل لاعب في مصر احمد سيد زيزو، يمتلك الاسطوره شيكابالا. وتخش بقى على الكومنتات تلاقي ناس تقول لك ايه، ما هو اصل بعد ما عملنا لهم، احنا اللي عملنا لهم قيمه، واحنا اللي رجعناهم للحياه تاني بعد ما الاهلي سابهم، واحنا وهم ظهروا على حقيقتهم، هم ولاد النادي الاهلي اساسا، فاكيد هيطبلوا له. هو يا ابني اولا ما حدش طبل، ثانيا حسام ابراهيم حسن اللي انت بتقول حطيتهم على الطريق دول عملوا اكتر من نص تاريخك. فريحها على جنب، بس خش شوف بطولات حسام ابراهيم حسن مع الزمالك عامله ازاي، هو عمل لك نص تاريخك. فانت بتعمل بطولات بابناء النادي الاهلي، فدي قصه. تاني حاجه عشان نتكلم بالعقل، هل ايه اللي قاله غلط يا كابتن ابراهيم حسن؟ ان احنا بنتعرض لضغط جماهيري، وما قالش الزمالك، بيقول لك انديه مصر كلها. طب نتكلم بالعقل، اخر 3 سنين ليك في دوري ابطال افريقيا انت كنت حصان، فبالتالي ما بتلعبش ادوار اقصائيه مع الرجاء والوداد والترجي وما اعرفش ايه، فبالتالي ما بتشوفش ضغط جماهيري قوي، وبتخرج بتروح بدري ربنا يسهل طريقك يعني. 2020 اللي وصلت فيها نهائي كانت كورونا، ما كانش في جمهور. 2019 كنت لا مؤاخذه يعني بتلعب كونفدراليه، و2017 18 بقى انت عارف عشان ما ارجعلكش للتاريخ لورا، انت عارف تاريخك. السنه دي بتلعب كونفدراليه، بتلعب مع البصره البط العراقي زي ما قلت لك، والوز اليوغوسلافي، والضفدع الاوغندي، وبتلعب مع التمساح الكيني، وبتلعب مع حاجات غريبه ما عندهاش جماهير يعني. بيبقوا حاطين صيادين سمك في المدرجات. فبالتالي انت اخر 4 5 6 7 سنين يمكن شفت لك ضغط جماهيري ماتشين 3 4، ده باستثناء ماتش النادي الاهلي. يعني الماتش اللي بيتعرض له الزمالك في ضغط جماهيري هو الاهلي بتاع السوبر في الامارات، مش الضغط الواو يعني. لكن برضو ضغط جماهيري، الاستاد بيبقى احنا مدينين المدرجات على الاخر. فالتصريح ما فيهوش غلط، انت بس اللي مش قادر تفوق، مش عايز تقتنع ان انت في حته وانا في حته. بلاش اقول لك انا في حته ثانيه، عشان انا في حته 10 مش في ثانيه. الفرق كبير، بس انت هو اللي بتحط نفسك معانا. مش خلاص ما عدناش هنسمي على كلمه، اللي هيطلع فيكم من المسؤولين يقول تصريح هنرد عليه. لان زي ما كنا بنكبر دماغنا زي ما قلت لك من بعض هلافيت بيظهروا لنا على الشاشه، زي الملط كده واللي اسمه عفت ولا عفاف والناس اللي بتطلع تخبط، بنكبر دماغنا. لكن دول بقى بينتموا اليك ومسؤولين عندك في الزمالك ولاعيبه عندك في الزمالك، فاللي يطلع يتكلم كلمه يتحاسب عليها. ابراهيم عبد الجواد والكابتن احمد سليمان. ابراهيم عبد الجواد امبارح، لان هفهمك، هو ابراهيم عبد الجواد الريتش عنده مش افضل حاجه، والفيوز والمشاهدات في البرامج. فابراهيم عبد الجواد هم كلهم عارفين من جوه ان احنا الاغلبيه، بس هم دايما ايه يطلعوا بس يجعلصوها شويه وايه، لا الزمالك اكبر شعبيه في الوطن العربي كله، في الخليج وافريقيا مصر تمام تبع عاشر، وبيحملوا ميكروباصات، تحسهم بيحملوا وهم بيتكلموا في موضوع الشعبيه، لكن هم من جوه عارفين ان احنا الاكثر شعبيه. فالريتش عنده بيبقى واقع في الفيوز والمشاهدات، لان خلاص الجمهور الاهلي عارفه زهق منه. يطلع يقول لك موديست سنه كبير وكان الاهلي يستثمر في الفلوس دي. طب وعبد الله السعيد يا ابراهيم عبد الجواد، الاهلي بيجيب صفقات ساعات بتفشل، والاهلي بياخد افريقيا، فحتى لما يفشل في بعض الصفقات ما ده شيء وارد. هازارد فشل مع ريال مدريد، طب سامسون بيانولا في الزمالك ما بيتكلمش. فبدا الراجل يقول لك ايه، ابدا العب على الوتر في قلب جمهور النادي الاهلي شويه. فيطلع يقول لك ايه اللي قاله ناصر ماهر ما ينفعش، واللي ليه خير في ملوش خير في ناديه. هو ما غلطش في نادينا يا ابراهيم، انا بقول لك ورا رمضان تخطه، هو طلع يلقح بالاسلوب بتاعكم. الاهلي ما فيهوش اساطير، فانت تقول له ازاي الاهلي ما فيهوش اساطير والشناوي مش عارف مين ما تدافعش علينا احنا يا ابراهيم، احنا فاهمينك كجمهور النادي الاهلي، والله فاهمينك وحافظينك كويس قوي. انت زملكاوي وعارف ان الدنيا عندك واقعه في الريتش والفيوز، فهوب لا العب مع الاكثر شعبيه شويه عشان تبدا الناس المغيبه، الاهلاوي المغيب هو اللي هيخش عليك كلمتين ابراهيم فايق دول، ويقول لك راجل محترم وبدا بيتكلم بحياديه، لا تعرفوا حاجه عن الحياديه. فالكابتن احمد سليمان قام رازعه البوست ده. هل يعقل من رئيس نادي بيقال عنه ان ده اكتر نادي في مصر
جمهوره بيفهم كوره في العالم كله، في مصر والعالم. ما تسالنيش ازاي هم بيقولوا كده. كاتب ان الدوري المصري فيه 16 نادي. عظيم ثلاثه. احنا لو قعدنا نحاسبهم على الجمله دي، اسال في فيديو هينزل بتاع بس اعمل بس الفيديو بتاع الشباب بروزداد وطريقه اللعب والمفاتيح الخطوره المهم ماتش الاهلي وبلوزداد، عشان انا بسألني ربنا قال له 16 نادي. ان الدوري المصري فيه 16 نادي يا ابراهيم. لو مش مركز مع الا الزمالك بس، تعالى اشتغلك في قناه الزمالك، لو مش عاجبك قول ايه ده يا معلم. ايه ده؟ عرفت انت ليه دايما بتفضل فاشل وبتفضل ورا؟ هل في حد في مسؤولين الاهلي لما حد بيطلع ينتقدنا ده، انت فاهم كابتن احمد سليمان منصبه قوي جدا؟ انت فاهم ده منصب مين؟ انت فاهم حاجه؟ احنا ما عندناش حد بيطلع كلام بقين دول، في ناس مسؤوله مختصه. مش جبتوا متحدث رسمي باسم نادي الزمالك اعلامي وبتاع، انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه. يلا يا سمك لبن تمر هندي. ما علينا، هدوا الامور، مش عايزين ما نتمناش نكون احنا اللي كركبنا الدنيا ولا حاجه، وما تحسوناش ان احنا السبب. ده زي راجل زملكاوي وانت راجل زملكاوي، وانت برضه كابتن احمد سليمان عاقل وعارف انت ايه جمهورك او بعض الفئه منه مش كله بيحب ايه شويه، فبتلعب على نفس الفئه دي عشان الناس تخش تقول لك ايوه صح وايوه قال وايوه عاد. لا، ما تطلعوش انتم اعلاميين زملكاويه تجيب في ناس تجيب سيرتنا. لما تلاقي اعلامي يا كابتن احمد سليمان بدل ما تطلع تنتقد في ابراهيم عبد الجواد اللي هو اساسا بيحاول يلعب على وتيرتنا، احنا فاهمينه كويس كاهلاويه، احنا مش تلامذه، لكن بدل ما انت تطلع تنتقده وتعملوا علينا التمثيليه والمسرحيه دي، انت ممكن تقول لاي لعيب عندك بيرتدي التيشيرت نادي الزمالك، واي اعلامي محسوب عليكم، اي حد محسوب على النادي عندك، تقول له ما تجيبش سيره النادي الاهلي. خلينا في نفسنا، خلينا نشتغل، عشان انتوا لما بتجيبوا سيره النادي الاهلي بيطرقعوا لنا بعد كده وبينزلوا لنا الحاجات دي سكرينات وفيديوهات وسكرين شوت وسكرين فيديو، تبقى ليله زرقاء. انت فاكر ان شاء الله الماتش اللي جاي مش هتشوف بسبب اللي بتعملوه دوت، بسبب اللي بتعملوه دوت ربنا ما بيكرمكوش. فسكت الناس اللي عندك، ما تقعدش تدور على اللي بره وتسيب لعيبتك تجيب سيره الاهلي، عشان في الاخر هنطلع نعرفك حضرتك ان النادي بتاعك قيمته في القاره قد كده من غير زعل. ما تجيبش سيرتي، صدقني ما حدش هيجيب سيرتك. ربنا يوفقك، ربنا يرجحكم. دعنا لكم بالتوفيق ساعه الانتخابات وقلنا ربنا يوقف الزمالك على رجله. نعمل لك ايه تاني؟ مش عايز خلاص بقى انت حر. هتجيب سيره الاهلي، هتخلي حد عندك يجيب سيره النادي الاهلي تاني. احنا مش هنغلط في حد، ما بنشتمش حد وما بنقلش ادبنا على حد، بس هنطلع نفوقك نقول لك انت مش بطل ولا حاجه، انت كومبارس في القاره. هنرجع للطريق الصحيح. الطريق الصحيح ايه؟ انت بقالك 22 سنه كومبارس في القاره. هنعرفك الحقيقه بس ونفوقك لحسن تكون مغيبين في موضوع زي كده. لحد كده مش عاوز اطول عليك، واشوفك في فيديو جديد. سلام.